بنسمع كتير من الدكاترة والعاملين في القطاع الصحي بشكل عام إنك لازم تنزل وزنك عشان تحمي نفسك من السكر والضغط والكوليسترول وآلام المفاصل والظهر وغيره من أمراض تانية كتير. ومع إني بشتغل في القطاع الصحي بس أنا زيكم بالظبط، كل ما حد يقول لي نزل وزنك بيجي في بالي يعني أعمل إيه؟ أولا، إحنا كلنا عندنا مفهوم خاطئ عن نزول الوزن وأنا أولكم، إن كل ما الوزن نزل كل ما الواحد صحته بتكون أحسن، والحقيقة إن الكلام ده غلط، والدليل إن في ناس نحيفة جدا ومع ذلك صحتها مش كويسة. طيب أمال الفكرة فين في نصيحة نزول الوزن؟ الفكرة في 3 حاجات مهمين جدا. أولا، الوصول للوزن المثالي وليس نزول الوزن فقط. يعني لازم أعرف الوزن المثالي بتاعي كام وأحط ده الهدف بتاعي، سواء أنا وزني تحت الوزن المثالي أو فوقه، وده بيختلف من شخص للتاني. وهنعرف ازاي نحسب الوزن المثالي في النقطة التالتة. وبالمناسبة في ناس كتير ممكن يبقوا شايفين ان وزنهم كويس، والناس شايفة ان مفيش عندهم اي علامات على السمنة، ومع ذلك لو حسبوا الوزن المثالي بتاعهم هيتفاجئوا ان عندهم درجة من درجات السمنة او زيادة الوزن. ثانيا، الاخذ بالاعتبار نسبة الدهون والكتلة العضلية في الجسم. يعني لازم نبقى عارفين نسبة الدهون والعضلات المثالية بتاعتنا كام. طيب تطبيق القاعدة دي على أرض الواقع هيفيدنا بإيه؟ يفيدنا بإن إحنا نبقى عارفين إن المهم خسارة الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية، وطبعا مع الحفاظ على نسب المواد الغذائية الأساسية من فيتامينات ومعادن وبروتين. ونفس الموضوع للناس اللي أقل من الوزن المثالي، محتاجين يزودوا وزنهم بس تكون زيادة عضلات مش زيادة دهون، وده عن طريق تغذية متوازنة مع ممارسة رياضة زي كمال الأجسام اللي بتشتغل على زيادة الكتلة العضلية. يعني مش معنى إنك رفيع أو نحيف إنك تاكل سكريات ونشويات ودهون زي ما أنت عايز. ثالثا، الحسابات. زي أي حاجة في الدنيا عايزين نعملها مظبوط لازم نحسبها صح، وهنا احنا محتاجين نحسب أكتر من حاجة، هتلاقوها كلها مترتبة في جدول مع طريقة الحساب والمعدلات المثالية لكل واحد فيهم في وصف الفيديو. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنحسب مع بعض مؤشر كتلة الجسم او البودي ماس اندكس، وده رقم لازم تبقى عارفه زي اسمك بالظبط. وقف الفيديو وهات ورقة وقلم واحسب معايا عشان الجزء ده اهم جزء في الفيديو. البودي ماس اندكس بيتحسب عن طريق المعادلة دي: الوزن بالكيلو مقسوم على الطول بالمتر تربيع. يعني لو أنا وزني 82 كيلو وطولي 170 سنتي زي أي شخص طبيعي جسمه معقول، تعالوا نحسبها ونشوف هتطلع ازاي. يعني بالمتر 1.7 في 1.7 يعني 2.89، ونقسم بقى الوزن على الرقم ده، يعني 82 على 2.89 هيطلع معدل كتلة الجسم الحالية حوالي 28، وده يعتبر فوق الوزن المثالي. لو زاد كمان شوية هيدخل في مرحلة السمنة. ولو لسه ما حسبتش لنفسك بص على الجدول ده وحدد فين طولك ووزنك، والمنطقة الخضراء دي هي الوزن المثالي بتاعك. وطبعا زي ما قلت لكم ان في اكتر من حاجة مهم نحسبها موجودة في وصف الفيديو، زي محيط الخصر ونسبة الدهون في الجسم. رابعا وأخيرا وأهم حاجة، الموضوع صعب يا جماعة ومش هيحس بيه غير اللي جربه، بس اللي هيسهله عليك إنك تبقى عارف إن الفايدة الصحية هتاخدها من رحلتك أثناء محاولاتك للوصول للوزن المثالي. يعني مش شرط يبقى وزنك مثالي عشان تستفيد، وده مش كلام عشان يشجعك بس، لأ ده اللي بتثبته الدراسات. على حسب دراسة اتنشرت في مايو كلينيك، نزول 5% بس من الوزن بيساعد في تقليل ضغط الدم وبيقلل خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب والشرايين، وكمان بيحسن نشاطك وبيقلل التهابات المفاصل. كل ده ب5% بس. يعني لو وزنك 100 كيلو ونزلت 5 كيلو بس، الموضوع هيبقى مفيد جدا لصحتك. عشان كده ابدأ دلوقتي. وفي النهاية لو عندك أي استفسار اكتب لي في الكومنتات، ولو استفدت من الفيديو ابعته للناس اللي بتحبهم، واشوفكم في الحلقة الجاية.